ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الجمعه مباركه عليكم يا رب. ايه رايكم تعالوا نعمل النهارده حبه بومبار كده؟ ما تقولوش لعدوكم عليه. بص اللمعان، بص مش عارفه اقول لكم بصوا ايه بالظبط. تعالوا نبدا ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبت معايا هنا ده كيلو ونص بومبار، غسلاه ونقع بالكربونات والليمون، عامله فيه عمايل وحشه صراحه جدا. والمصفى ديت مكان ما كنت بعمل الخضره. بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه. لا، انا امبارح الخميس كنت عامله محشي. انا دايما طول حياتي طول ما بعمل المحشي لازم ابقى مزوده في الرز، عارفه ان الرز ده هيبقى كتير على الخلطه بتاعت المحشي، بس انا ببقى مزوداه بزياده عشان اقول تاني يوم اعمل بومبار. يا دوبك لو هزود عليه نص كيلو رز، كيلو رز، احط عليه حبه خضره على واحدتين بصل، ويبقى عندي احلى خلطه محشي تاني. فانت عودي نفسك على كده. انت النهارده اكلتي محشي، زودي شويه في الرز، تاني يوم زودي بقى، حطي نص كيلو على حبة خضرة، على بصلاية، على معلقتين كده 3 من الصلصة بتاعت المحشي. صدقيني وهتلاقي يوم وعدى جنب حبة بطاطس جنب شوربة، واليوم خلاص عدى معاكي. انا عايزه اقول لك هنا بقى، كنت جبت البمبار والله، كنت جايباه الصبح، يعني النهارده الجمعه جبته الصبح برضو، نزلت بعد الصلاه جبته وعملته وما شاء الله وخلصت يعني. بس كان خرافه خرافه. غسلته غسله نظيفه جدا جدا، وبعد كده نقعته بالليمون والكربونات وبيمحي اي ريحه فيه. نقعته بالكربونات، وبعد كده غسلته غسله نظيفه، ورحت سايباه بقى يتصفى، وقمت جايه استعينت كده بالله كوبايه قهوه بلبن جميله، وقمت جايه حشيه. طبعا اوريدي وانا بحشيه هنا كنت حاطه حله كبيره على النار للميه بتاعه البومبار. عايزه اقول لك، وانت بتحشيه لازم بعد ما تخلصي كده، بصوا يا جماعه، هنا ولا هينفع جوانتي ولا الكلام الفاضي ده. احنا الحمد لله ايدينا نظيفه وايدينا مغسوله، والحمد لله مش هيبقى حد قلبه على البيت قد اللي في البيت، يعني طبعا يعني الحمد لله يعني. فما لبستيش ليه جلافز ليه؟ يعني هل انتوا بتلبسوا جلافزات وانتوا بتعملوا البومبار؟ ما فيش الكلام ده. فعايزه اقول لكم، بعد ما تخلصي البومبار بتقومي جايه مبططاه عشان لو فيها رز زياده يطلع منك وما يبقاش منك ايه، الصباع مليان ومكتوم. زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، الصباع كان خرافه. عايزه اقول لكم، انا مش بعمله في زيت، مش بقليه في زيت لا، بس تعالوا الخطوه دي الاول وبعد كده اقول لكم. انا هنا طبعا الحله بتاعت الميه كانت غاليه جدا، نزلت عليها ببصلايه، نزلت عليها بورق راولي، نزلت عليها بحبهان، نزلت عليها بواحده مرقه، وكلهم مع بعضيهم مع حبه فلفل اسود. طبعا ما اخدش مني، ما قعدش كتير على النار، هو ربع ساعه نص ساعه بالظبط كان خلصان. بتعلي النار ياخد غلوتين، وبعد كده بتهدي عليه عشان ما يفرقعش منك. بصوا بقى الجمال، بصوا الصباع طالع ازاي، ولا مملي ولا اي حاجه خالص، والحمد لله ما فيش حاجه فكت منه. انا بقى هنا بعمل ايه؟ بقليه في الفراير. بقى شايفين الجمال ده؟ والله في الفراير. عايزه اقول لكم، انا من يوم ما جبتها، انا بقالي يجي سنتين هي عندي، البمبار بطلت احمره على النار، انا على طول. انا بحبها جدا في الفراير. انا عندي الفراير بتاعتي اللي هي بالتايمر مش بالتاتش. انا ما كان قصادي دي وقصادي دي، بس خدوها مني لو هتجيبوا، لا هاتوا اللي هي بالتايمر. اللي هي بالتايمر ده احلى كتير، انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه يا جماعه، احلى كتير من اللي هي التاتش. التاتش لا، انا حبيت ديت. فعايزه اقول لكم هنا اللمعان ديت من الفراير، يا دوبك بخيتين ودخلي وبيطلع منك تحفه. الحاجه الوحيده اللي ما بحبهاش في الفراير صراحه البطاطس، بتطلع بالجلد، ما بتعجبنيش صراحه، ما جاتش معايا سكه البطاطس. اما البومبار والفراخ المشويه دخليها فيها بتطلع خرافه. شايفين اللمعه؟ يا دوبك اللمعه دي من بخه واحده بس كده من الزيت، حطيته عليها واداني اللون الجميل التحفه دوت. طلعته وبعد كده بقى حبه ملح وفلفل اسود، وكلي يا ست الحلوين. امشوا على الخطوه اللي قلت لكم عليها. اعملي محشي النهارده، سيبي منه حبه خلطه، زودي عليها، ويبقى عندك احلى بومبار. تنسينيش بقى في اللايك الحلو بتاعك.